بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تعالوا نشوفوا الزغاليل اللي احنا انتجناها الفتره اللي فاتت ديت، ونشوفوا ايه اللي موجود معانا النهارده مع احلى اخوات. زغلول هزاز يا شباب، من الحمام اللي احنا بنعشقه وبالحمام اللي احنا بنحب نربيه. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. حاجه كده من الجمال للناس اللي بتحب الحمام والناس اللي بتحب تربي الحمام. تعالوا نصبحوا بقى على ابوه وامه اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا ابوه جوه اهو وامه اهو. طبعا دول بيحضروا معانا عش جديد. تعالى اقول لك برضه هنجهزهم ازاي ويبيدوا معانا ازاي بسرعه وننتجوا منهم زغاليل كويسه. طبعا جوز الحمام دوت يا شباب اللي احنا عملنا عليه اقوى تحدي. الحمد لله ربنا كرمنا وباض معانا في اسبوع. تعالوا نتفرجوا كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع. الذكر قاعد على البيض اهو، بسم الله ما شاء الله، والنتايه قدام منه. طبعا الناس اللي سالت ده فلاحي جرم حبسه مع بنت فرنساوي، وعايزك بقى تتفرج على الانتاج اللي هيطلع منهم. طبعا احلى انتاج بيطلع لاحلى اخوات في الدنيا. طبعا عشان تشوف كل جديد عندنا، ده المكان اللي احنا بنربي فيه حمام. وتعالوا نشوف عملنا ايه عشان خاطر الشتاء. حطينا المشمع والكلام الجميل ده كله عشان الدنيا ما تشتيش عليهم، وعشان يوصل لك كل جديد من قناتنا وقناتكم. اشترك وفعل الجرس هيوصل لك كل جديد لاحلى اخوات في الدنيا. نفسنا اول ما نخش السلاكه عندنا نطمن على الحمام اللي تحت منه زغاليل. وطبعا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الزغلولتين دول طالعين شقلباص كده. تعالوا نشوفوا الجمال بتاعهم. ده احنا قلنا لو تفتكروا يا شباب هيطلع معانا لونه ابيض، تمام اهو. بس هيطلع معانا راسه لونها اسود ودول لونه اسود. طبعا هيطلع زغلول جميل جدا وشكله حلو جدا. ودوت هيطلع اسود كده وفي كان سلاح ابيض. طبعا ابوه اسود زي ما انتم شايفين كده، ليل ما فيهوش سلاحات بيض خالص. اما بقى بالنسبه لحامل الحضان دوت، الزغاليل بتاعتنا معاهم اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. برضو صحتهم كويسه. هقول لك ايه اللي باكله للزغاليل، وهقول لك ايه اللي بحطه للحمام عشان يهتموا بعيالهم ويطلعوا عندي بالمنظر اللي حضرتك شايفه دوت. طبعا حاجات سهله جدا وحاجات بسيطه بنقدمها للحمام عشان ينتج عندنا ويفرخ عندنا. ناس كتير جدا اشتكت من قله الانتاج، ناس كتير جدا اشتكت ان الحمام مش عايز يبيض ومش عايز يشتغل. وكل الموضوع دوت سهل وبسيط جدا، انك هتقدم حاجات بسيطه. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على خلطه سحريه هتقدمها من البيت، هتنضف معاك المعوي بتاع فرد الحمام، وفي نفس الوقت هتخلي الحمام يبيض عندك بسرعه. وهنقولوا ايه المشكله اللي ما بيخليش الحمام يبيض مع بعضينا ومع احلى اخوات في الدنيا، ونتفرجوا ونتمتعوا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا في القناه. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع. النهارده ان شاء الله فيديو جميل، فيديو مبسط عن تربيه الحمام وازاي تنتج الحمام وازاي تفرخه. بصوا يا شباب، الحمام دوت عشان يفرخ وينتج لازم يكون المعوي بتاعه سليم 100%. مفيش جدال، مفيش اي حاجه تمنعه عن البيض. فرد الحمام لو عنده مشكله في المعوي نفس الكلام برده، ولا هيفرخ ولا هينتج. طيب ايه الحل اللي احنا نعمله، او ايه الحل اللي احنا نقدمه للحمام عشان الحمام عندنا يشتغل؟ طبعا الكلام اللي انا هقوله لكم دوت جربته عندي، وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جايب نتيجه على الحمام كله. كل اللي انت هتعمله او كل اللي انت هتتكلفه حاجه ب 10 جنيه هتجيبها من الصيدليه البشريه، مش البيطري، لا، الصيدليه البشريه اللي احنا بنجيب منها العلاج بتاعنا. طبعا حاجه سهله، وهقول لك تقدمها ازاي وهتقدمها امتى وتعيد الجرعه بتاعتها امتى. بس قبل ما نتكلم في الحاجه ديت، تعالوا اوريكم النتيجه بتاعتها عملت عندي ايه. وخليك على يقين، طول ما فرد الحمام عنده ديدان طول ما هو مش هيشتغل، طول مش هو هينتج. طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا في السلاكه بتاعتنا لاننا بنحب الحمام جدا جدا جدا. مش قادر اقول لك احنا بنحب الحمام قد ايه. عصافير، اذا كان اي حاجه بتطير احنا بنعشقها وبنحب نربيها. والنهارده ان شاء الله معاكم هنفرجكم على اللي ربنا كرمنا فيه، وهنقول لكم ايه اللي بنقدمه للحمام عشان يفرخ وينتج. فكل اللي مطلوب منك اعمل بقى لايك للفيديو. انزل كده دلوقتي اعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس. عايزين نوصل 100000. هنوصل 100000 امتى؟ وصلنا 75000 يا شباب. عايزين نشد شويه حيلنا عشان نوصل 100000. طبعا انت باللايك بتاعك دوت هيفرق معايا كتير جدا، والفيديو هيروح لناس كتير جدا. ما تبخلش بقى هنا باللايك، واسمع مني احلى معلومه مع احلى اخوات الدنيا. وادي السلكات معانا اهي، وتعالوا نتفرجوا على المباشر في كل عين فيها ايه وايه اللي موجود معانا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا دول جوز هزاز، بسم الله ما شاء الله. طبعا لسه ساحبين من عندهم زغلول. طبعا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. والزغاليل اللي احنا هنسحبها بنحطها قدام حضراتكم هنا. طبعا ابنهم جوه اهو، ده الزغلول الهزاز. تعالوا نشوفوا ايه تاني معانا النهارده. طبعا دول كريزليات اهم، بسم الله ما شاء الله. معاهم زغلولتين كريزلي اهم. نفس الكلام برضو استخدمته عندهم وخليتهم بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. طول ما انت عارف الحمام محتاج ايه او الحمام ناقصه ايه، الحمام هيفرخ وينتج عندك. احنا عارفين ان الكلفه غليت وكل حاجه غليت،
بس لازم احنا برضو نهتم عشان خاطر نقدر نوفر اكل للحمام. ودول جزء ابالغ، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. برضو قشر بندق نفس الكلام، برضو بيحضروا عيش. وتعالوا نشوفوا بقى الجزء اللي احنا مركبينهم على بعض. احنا هنا مركبين حمام على بعضه. ليه بنركبوه على بعضه؟ ساعتها بيطلع عندك زغلول بصحه ممتازه، بيطلع عندك زغلول جرم. ده ذكر مسافات عاطينه نتاش على باظ اهو. وبرده نفس الكلام لسه ساحبين منهم زغاليل، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. تعالوا بقى هنا اهو قصوا غزار، نفس الكلام برده ربنا كرمنا فيهم وباضوا اهو. طبعا كل الكلام دوت استخدمناه للحمام، مع طبعا مع الفيتامينات، وهقول لك اسمها ايه، ومع التحديق، وبرده هقول لك تجهزه ازاي. طبعا دول جوز حمام اهو، بسم الله ما شاء الله، تحت منهم زغلولتين. حاجه كده اللي انت تخش السلاكه عندك تفرح وتشوف الكلام الجميل ده كله. طبعا هنا الشقلباز بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، نفس الكلام برده، ومعاهم زغلولتين. طبعا دول شفناهم في بدايه الفيديو. ومعانا هنا اهو جوز مسافات برضو بيحضروا معانا عش، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. طول ما انت بتنظف معده فرد الحمام، طول ما انت هتلاقي الحمام بيفرخ وينتج عندك بسرعه. وهقول لك برضو ايه احسن حاجه تنظف بيها فرد الحمام. طبعا بسم الله ما شاء الله، القص الريحاني طبعا عنتر ده كل ما نخش هنا لازم يصبح علينا كده. وانتيته واقفه هناك طبعا، بصوا بيتعارك معايا، لازم يتعارك العركه اللي انتوا شايفينها دي كل مره. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تعالوا هنا بسم الله ما شاء الله، قص يمني اهم، برضو نفس الكلام، قاعدين على حصويتين. طبعا حصى يعني بيضة شباب للناس المبتدئين، وعيالهم برضو سحبينهم معانا هنا اهم، زغلولتين يمني موجودين معانا هنا. يبقى احنا خدمنا الحمام صح، وعطينا الحمام اللي هو محتاجه، عشان كده انتج وافرخ عندنا. وطبعا برضو جوز هنا، الجوز دوت كنت عامل عليه تحدي في اسبوع ان هو يبيض، وربنا كرمنا فيه وباض. النتايه فرنسي والذكر بلدي جرم اهو، بسم الله ما شاء الله. وتعالوا كده بقى لاحظنا حاجه هنا، تعالوا كده نشوفوا عشان لو انت لقيت الحاجه دي عندك تعرف تتصرف كويس. بصوا كده يا شباب، القص دول تحت منهم زغلولتين، في زغلول اهو، وفي زغلول صغير واقع بره الطاجن. تعالى اوريك بقى الزغلول دوت هنعمل معاه ايه، عشان خاطر لو حصل معاك موقف شبه كده. بصوا كده، بصوا الزغلول طبعا صغير خالص كده اهو. الام اكلت واحد وسابت واحد، فطبعا مره على مره مره على مره ان هي هتهمل دوت وتموته خالص. تعالى اوريك بقى انا لو حصل موقف شبه كده معايا بتعامل معاه ازاي. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين، زغلول شبه كده او زغلول في العمر دوت كده يموت مني ويقع مني ويتدهور. تعالى اوريكم بنتصرف معاه ازاي لو قابلك مشكله شبه كده. طبعا ده مش موضوعنا، بس حاجه قابلتنا في الفيديو لازم ان احنا نعملها زي ما عودناكم. تعالوا كده، طبعا ده زغلول صغير اهو، ودي كوبايه ميه. كل اللي انا عملته جبت 20 سم ميه اهو، هفضيهم هنا زي ما حضراتكم شايفين. دي سرنجه 20 مللي مع خرطوم اللي هو بتاع العجل، تمام يا شباب. وجايب طبعا تاكيل يدوي، ابدا احط على 20 سم معلقه واقلب واشوف الدنيا فيها ايه. انت بقى ممكن تحط له غليتين، تحط له درايتين في بقه. اهم شيء ان انت ما تسيبهوش جعان، لانك لو سبته جعان مره على مره الام هتاكل الزغلول الكبير وهتسيب دوت يقع منك ويموت. فحرام زغلول كميل شبه ده كده يموت منك. طبعا اهو انا بوريك على الحاجه اللي انا بستخدمها عندي اهو، بسم الله ما شاء الله. انت ممكن تمسك برضو، هقول لك برضو تعمل ايه لو انت ما عندكش التاكيل اليدوي دوت. انا طبعا هسيبه لحد ما يتقل وهقول لك تعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده اهو. ممكن بقى تروح عند الاكاله بتاعتك تجيب درايتين كده اهو، مثلا درايه كده ودرايه كده، وتديها له. بس انا ما انصحش انك تعمل كده، انا ما جربتهاش الصراحه. انا بوريك على الحاجه اللي انا بستخدمها، وفي نفس الوقت بتفرق معايا، لان الزغلول الكبير والزغلول الصغير ساعات بيموت زي ما انتم شايفين اهو. قوم جاي ساحب كده بالسرنجه هنا. طبعا سحبنا ال 20 سم ميه اللي احنا كبيناهم، وهنبدا نعمل اللي حضراتكم شايفينه كده، نفضي الهواء. وهنيجي على زغلول شبه كده اهو، نسمي الله يا شباب خالص، ونفتح بقه كده، نسمي الله، ونديله ال 20 مللي. طبعا بصوا كده اختلف معايا تماما اهو. على فكره هو محتاج لسه 20 تاني، هديله 20 تاني ونرجع لكم. وادي يا شباب ال 20 مللي التانيين قدامكم اهو، بدانا ان احنا ندهم له. طبعا الزغلول معانا هيختلف، كفايه ان هو هيبقى شبعان. بصوا كده الزغلول اختلف معانا ازاي. الناس بقى اللي سالتني انت استخدمت ايه، طبعا انا استخدمت توب ميكس يا شباب اهو. طبعا ده شكل البرطمان، توب ميكس تاكيل يدوي. طبعا بياكل معاك الفروخ من عمر يوم لحد الفطام، وبنساعد بيه زي ما انتم شايفين. وده مش موضوعنا النهارده. تعالوا بقى نخش في موضوعنا، لاننا احنا تهنا ودخنا في الفيديو دوت. اعمل لايك للفيديو ويلا بينا.
موضوعنا بقى يا شباب، هتروح لاقرب صيدليه بشريه تقول له عايز بندكس شراب. طبعا البندكس دوت هتلاقي الازازه مكتوب عليها قاتل للديدان قوي طبعا، وتاخد منها 5 سم على لتر ميه، وبتبدا تشرب الحمام لمده يوم واحد فقط. طبعا بتقدمه له على عطش لمده 8 ساعات. يعني ايه؟ يعني انت بتشيل من عند الحمام الميه 8 ساعات بالظبط، وتبدا تديله 5 سم على لتر ميه وتقدمه له مره واحده بس. طيب هيعيد الجرعه امتى؟ هيعيد الجرعه بعد 15 يوم. ليه هعيدها بعد 15 يوم؟ لان لو كان الديدان ديت بيضه في المعده بتاعت فرد الحمام، البيض ده هيفقس بعد 15 يوم. ادي انا الجرعه الثانيه، ساعتها كده خلاص انا نضفت المعوي بتاع الحمام تماما، مفيش ديدان تماما. ساعتها فرد الحمام هيشتغل معايا وعلى تجربه. الحاجات اللي انتوا شفتوها، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وهيوصل لك كل جديد. ولسه اللي جاي احلى، ما احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.